في المتعة عن الزنا، لأن عمر هو الذي حرم زواج المتعة، ففتح بذلك الباب نحو الزنا، ولولا تحريمه للمتعة لما زنى الناس. فلماذا هو حرم المتعة؟ لسببين رئيسيين كما بيناه في محاضراتنا السابقة. السبب الأول أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله ما مضمونه أنه يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ابن زنا، فأراد أن يكثر عدد الزنات وأبناء الزنا فحرم المتعة حتى الناس يزنون ويتولد من زناهم أبناء، وهؤلاء الأبناء يكونون معادين لعلي بن أبي طالب ويبغضونه. أراد أن يكثر عدد المبغضين لعلي بن أبي طالب. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه حينما يمنع المتعة فإنه بعض الناس يتجهون إلى اللواط، وهذا كان فيه نفع شخصي لعمر، لأنه كما قلنا سابقا أنه كان يحب اللواط، أي أن يلاط به. وعلى رواية المخالفين أنه كان في دبره داء لا يشفى إلا بماء الرجال. طبعا هم يوجهون هذه الرواية بتوجيهات أخرى، أنه ماء الرجال المقصود به نبتة في الصحراء كان اسمها ماء الرجال، فكان يأخذونها وينقعونها ثم يدهنون به الموضع. لا، ولكن شيء من هذا كله، يعني كل هذا عبارة عن هراء. الثابت أنه كان يحب اللواط. قال أمير المؤمنين عليه السلام ما في شيء يضحك، لا حرج في الدين.